واش بصح بوجلود بيلما وبودما من طقوس عبادة الشياطين؟ وكيفاش وصلت هاد الثقافة للمغرب؟ وشنو هو الأصل ديالها؟ وكيفاش حتى وصلت لهاد المرحلة اللي هي فيها؟ بزاف تاع التساؤلات اللي غادي نجاوبوا عليهم في هاد الفيديو، فما تنساوش تدخلوا لايك وبارطاجيو الفيديو مع الدراري صحابكم. كاملين عارفين بان الناس في العصور القديمة ما خلاو ما عبدوا الشمس، القمر، الماء وسير وسير، ولكن الحاجة اللي ما كنعرفوش هي انهم كيصوروا كل اله بحيوان معين، وخصوصا الحيوانات اللي عندهم القرون بحال الخروف وبحال البقر وبحال الماعز البربري، وهذا الاخير كان كيعيش غير في شمال افريقيا، وكان عنده سمعة كبيرة هو والخروف، وكان شيء مقدس قبل دخول الاسلام للمغرب. لا جينا نهضروا على اصل ظهور بوجلود فراه كاينين بزاف ديال الروايات، ولكن جوج هما اللي مشهورين. الاولى كتقول ظهرت في الرومان بحيث كانوا كينظموا مجموعه تاع الحفلات، وهاد الحفلات كيلبسوا دوك الرهبان ديالهم جلود ديال الماعز وكيدخلوا الاطفال للمعابد وكيبداو يغنوا اغاني دينيه. اما الروايه الثانيه كتقول انه ظهرت هاد الثقافه عند الامازيغ بحيث كانوا الناس كيلبسوا جلود ديال الماعز وكيلبسوا في وجههم اقنعه مصوبه من جماجم الماعز، وكيبقاو يضربوا الناس ضرب خفيف على ظهرهم على اساس ان هذيك راهي هي البركه. بذكرنا لهاد جوج ديال الحضارات، الحضاره الرومانيه والحضاره الامازيغيه اللي كان بيناتهم واحد الصراع كبير. داكشي علاش كاينه واحد الروايه كتقول انه الجنود الامازيغ كانوا كيلبسوا الجلود ديال الماعز بالدم ديالهم باش يخلعوا الجنود ديال الرومان. هذه روايه ثالثه. وكاينه روايه رابعه انت تقول ان ثقافه بوجلود مرتبطه بالديانه اليهوديه، بحيث كانوا بعض الشعوب المستقره في شمال افريقيا يذبحوا بمجموعه ديال الماعز والخرفان بنيه التقرب الى الالهه، حيث كانوا تتصوروا ديك الساعات ان روح الحيوان عزيزه عند الالهه الطبيعه. هاد الروايات كاملين اللي قلنا دابا فراه كانوا قبل دخول الاسلام للمغرب، ولكن شنو تبدل من بعد دخول الاسلام للمغرب؟ من بين الحوايج اللي تبدلوا هو انه ولاو تذبحوا الاضاحي للتقرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن بلاتي نحيدوا علينا داك التساؤل ديال كيفاش وصلت هاد الظاهره للمغرب. اقرب روايه كتقول انه دخلت عن طريق الافارقه ملي كانوا تيجوا انذاك للمغرب واستقروا في الوقت فاش كانت الدوله السعديه هي اللي حاكمه المغرب. ولكن اهم سؤال هو واش بصح بوجلود احد طقوس عبادة الشياطين؟ ايوا ركز معايا مزيان حيت هنايا غيبدا يسخن الطرح. الاجابه تاع هذا السؤال هذه نلقاو في هذه الروايه اللي كتقول انه بوجلود جا في الاصل كعمل خير، يعني القبائل اللي كانوا شحال هادي كانوا كيختاروا 4 منهم كيلبسوا الجلود وكيجمعوا الفلوس. هذوك الفلوس هما اللي كيمشوا لصالح العمل الخيري، يا اما كيبنوا بها مدرسه، يا اما بئر، يا اما كيعاونوا شي واحد محتاج، وبزاف تاع الاعمال الخيريه اللي كانوا تنظموهم وتيديروهم في ديك الوقيته. من بعد بدا كيطور هذا الاحتفال حتى ولينا كنشوفوه بهذا الشكل. الدراري كيلبسوا الجلود وكيجمعوا الحصيصه بيناتهم وكيقسموها، ما كاين لا عمل خيري لا استحمص. وهكا سالت القصه ديالنا. كل روايه وشنو كتقول، ولكن الاصل ديالنا حنايا فراه ما كنتعبدوا بهذا بوجلود، ما كنعبدوا حتى شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى. هذا كاحتفال كنحتفلوا وكنشطوا وكنضحكوا وكنزهوا. خلاصة القول كان معكم انور فيتي، ما تنساوش تخلوا لايك سبسكرايب واكتيفوا لا كلوش باش يوصلكم كل جديد. في هاد لاباج هادي غادي تلقاو مجموعه تاع الفيديوهات والاجواء تاع بوجلود والاجواء تاع الاحتفالات تاع بوجلود بالماء وبودماء. الله